السلام عليكم، ازيكم؟ امبارح اتلعب الاسبوع الخامس من الدوري الانجليزي، وقدر ليفربول يفوز خارج ارضه على ويلفرهامبتون بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد. آه، يعني كانت النتيجة 1-1 لحد الدقيقة 86، وقدر ليفربول ان يجيب جونين تاني وان يفوز بالنتيجة الكبيرة دي. مبروك لليفربول ولمحمد صلاح. تاني مباراة معانا هي فولهام ولوتون تاون. قدر نادي فولهام أن يفوز على أرضه على لوتون تاون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم أمس. توتنهام 2 شيفيلد يونايتد 1. ومانشستر سيتي قدر يفوز خارج أرضه على ويست هام يونايتد 3-1. برايتون 3-1 مانشستر يونايتد. قدر يفوز نادي برايتون على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج أرضه، ودي كانت هزيمة تقيلة على فريق كبير زي فريق مانشستر يونايتد. يعني وجمهوره يعني ما يستاهلش كل ده. يعني السنين اللي فاتت زمان يعني كانت مانشستر يونايتد كان الأول في الدوري الإنجليزي على طول، وكان بياخد الدوري الإنجليزي على طول، كان أكبر فريق في الدوري الإنجليزي. يعني معلش، يعني ده مش اداء مانشستر يونايتد اللي احنا عارفينه. يا ريت الفريق يفوق الفتره الجايه ان شاء الله ويرجع لمستواه تاني. استون فيلا 3 وكريستال بالاس 1. نيوكاسل 1 وبرونتفورد 0. النهارده بقى في مباراتين. هيبقى نادي بورموث هيلاعب نادي تشيلسي الساعه 4 مساء. ايفرتون وارسنال الساعة 6:30 مساء. وغدا ان شاء الله في مباراة واحدة، وهي هتبقى بين فريقين نوتنجهام فورست وبرينلي الساعة 10:15 مساء. دي مباراة الاسبوع السادس ان شاء الله من الدوري الانجليزي. وده ترتيب الدوري الانجليزي بعد المباراة اللي اتلعبت لحد دلوقتي في الاسبوع الخامس.